بيده، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ما شاء الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك كان السلف يخشون سوء الخاتمة. فأنت أخي الشاب لماذا تنام نفسك؟ اسمع إلى هذه الخطبة في الموعظة واسمع ما يقولون ولا تتقاعد كما تقاعد الآخرون. وعليك بأذن ساغية وعين مفتحة وقلب واعي وعقل مفتحا. ولذلك كان السلف يخشون سوء الخاتمة بكل سفيان الثوري رضي الله عنه. ذات يوم بكى سفيان الثوري رضي الله عنه ليلة إلى الصباح، فقيل له أبكوك هذه الذنوب؟ فأخذ إنسفا من الأرض وقال الذنوب أهون من هذا، إنما أبكي خوف الخاتمة. ألا تعلم أخي الشاب إنه ما من أحد إلا وفي خاطره هم يجوس به يملك عليه مشاعره. مثلا أنت أخي الشاب ما هو مستقبلك في الحياة؟ أنا مرة كان عندي بعض المحاضرات في محافظة اليمنية، وذات يوم قلت سأسأل شخصا، سألت شابا ما هي أمنيتك في الحياة؟ قال والله بس يا شيخ هذا كل مني أريد سيارة وعمارة وامرأة. قلت له هذا همك من الدنيا، ما هو آخر في الآخرة؟ قال لقد جاءت المرأة، إذا جاءت المرأة والسيارة والبيت بعدين بصلي وهذا وبعمل الآخرة. قلت أصلحك الله يا شاب وهداك الله إلى أمك ووفق الله الجميع بك ووفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه. قال يا شيخ لكن ادعي لي أن أتزوج. فدعيت الله أن يزوجه. قال ادعي لي يا شيخ أيضا أن الله يرزقني بسيارة وعمارة، فدعيت الله أن يرزقه بسيارة وعمارة. فقلت له ماذا بعد الآن؟ قال لي يا شيخ ادعي الله أن يهديني. قلت ايش؟ قال ادعي الله أن يهديني. قلت اللهم اهديه. قلت له يا شاب الهداية ما تنزلش بكيس من عندك. أنا بحكي نظام البلدية. قلت له أولا الهداية لن تنزل إليك بكيس. إذا أنت قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. قالت أحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا أذكر اسمها فقد نسيتها، تقول اللهم هي بنت أبي سفيان، تقول اللهم امتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد سألت الله على رزق مكتوب وعلى آجال معدودة، ولو أنك سألتيه الجنة والاستعاذ من النار لكان خيرا وأفضل. فاستحت رضي الله عنها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مزاحا، كان يضحك معها. رأيت محمد مدير التربية اللي عندهم لك خلي باب الوان ولا جروب مدور ولا المحرم ولا عندي هنا وخمس من الله معاك بيانين لا ما في هذه الأيام تكون عند واحد يقول أحد الشيخ كان نوال تاب يقول لا كان وصل أحد الشيخ يعني كان يكون شيء يقول أحد الشيخ من الملائكة كان أحد الشيخ وهو من أعلى الأخبار قال كنتم شخصا أسكر وتابعوا الطينات تعرفون من الطينات هذا التلفزيون لما طلعنا في الانتكال قالوا رجعنا تعرفون عن الطينات يا شباب وسوف يكون لك الأمر فإنه الذي يخرج من القلب يوصل إلى القلب. أنا سأفعل الذي علي وعليكم الذي علي. يقول أحد المشايخ هذا
ناس وادخل به قال له ما هذا؟ المطوع قال له ما هذا؟ قال له اشتري 5 روبيات. لا هذا خلاص اشتد غيظان. قال له اذا مش عارفين يقول غيظان وكريم المطوعين اكثر كثيرا. ومعه ولد صالح نفع يكون بالحياة. لا كن كالصقور تصغي لها همة القمر لا كالغراب يتتبع الجنة الحقيرة في الحفرة. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولجميع المسلمين فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وعبدنا وقدوتنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. آمين. آمين. وارض اللهم عن سادتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن الأحسنين أبي محمد الحسن وعن وأمه الزهراء وعائشة وخديجة الرضا وعلى جميع أزواج نبيك المصطفى. اللهم من أراد باليمن واليمنيين خيرا فوفقهم إلى كل خير ومن أراد باليمن واليمنيين شرا وضررا وتضييقا فجل جسده وجسد دماء من عنقه وأخذ أمر القرى يا ظالما. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له راية واجعله من جميع عبادك وآية. اللهم اهد شبابنا اللهم زوجهم وارزقهم به ثمرة جميلة. اللهم زوجهم يا الله وزوجني معهم اللهم زوجهم يا الله. وقفنا ببابك فلا تردنا عن نبت عن جهازك فإنه لا أكبر أقوى إلا شيء اللهم إنا نعوذ بك من أن نجد أو نرد. اللهم إنا نعوذ بك من فوقنا ومن تحت أرجلنا ومن خلفنا وعن إيماننا. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ووعدك الحق إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.